طيب يلا بينا نشتغل مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طريقة الأكثر فعالية للتحكم في المخاطر هي قضاء تام على الخطر. في فيديوهات تانية كتير لسه هنقولها هنشرحها بالتفصيل، بس أنا حابب أشرح الجزئية دي. The most effective method of risk control is to completely، معناها بالكامل، eliminate، استبعاد، the hazard، القضاء التام على الهازارد. تمام كده. في حاجات هي مشرحناهاش، يعني في حاجات فاتتنا بس هنشرحها، بس انا حابب اشرح الجزئيه دي دلوقتي. طيب هنا مثلا الراجل بيشيل الشكاير، خطر تحميل يدوي، الريسك ان انا ممكن يجيلي غضروف، وارد. ده بيعتمد على حاجتين: عدد الشكاير اللي بيشيلها في اليوم، كل ما يزيد كل ما الاحتمالية تزداد. والحاجة التانية وزن الشكارة، ان الشكارة ديت لو 5 كيلو غير لو كانت 10 كيلو. الحالة الأولى عدد الشكاير بيأثر على الاحتمالية، في الحالة التانية وزن الشكارة بيأثر على شدة الضرر. تمام، بقى عندي احتمالية وعندي شدة ضرر. تمام. طب عاوز حل للمشكلة ديت، هنعمل ايه؟ هنشيل التحميل اليدوي نهائي، هخليه يستخدم معدة رفع. هل هو بيشيل حاجة دلوقتي؟ لا، نفس الشغلانة اتعملت. احد طرق القضاء على الخطر هي ازالته بالكامل. one way to eliminate the hazard is to remove to completely. دي مكنة تصوير، وده ورق. الكرتونة دي بيبقى فيها كام باكت؟ 5. طب انا ممكن، هي تقيلة، ممكن انا اخليه يعمل ايه؟ في الاول كان شايل كرتونة كاملة، دلوقتي شايل ايه؟ شايل باكتة واحدة من الورق. اكيد في فرق في الوزن، مش كده؟ انا بعرف شركات في مصر محترمة جدا بيتعامل مثلا مع الشركة الفلانية دي بتبعت له المادة الخام بتاعته، فهو عامل ريسك اسسمنت ولقى ان العمال المفروض ما يشيلوش اكتر من حمولة معينة، فراح قال لي الشركة اللي بتجيب منها المادة ديت احنا عاوزين المادة الخام بتاعتنا ديت تيجي دي في عبوات ما يزيدش وزنها عن الوزن المسموح بيه. كده احنا قللنا ايه؟ طيب مثال تاني، الطيارات اللي هي ايه، اي حد بيسافر الوزن بتاعها الشنطة، الوزن بتاع الشنطة بتاعتك. زمان كان اي وزن اهم حاجة يدفعوك فلوس وخلاص، دلوقتي ده ما يزيدش عن 23 كيلو. تمام. ليه كده عملوا كده؟ قالك عشان العامل اللي في المطار اللي بيشيل الشنطة ديت يشيل حاجة وزنها ايه، قليل. تمام كده اللي احنا شرحناه كده، الدنيا اتظبطت معانا. إذا لم يكن من الممكن القضاء على الخطر، if the hazard can be eliminated يعني اسمها مستبعد، فحاول تقليل احتمالية تسببه في الضرر. attempt معناها محاولة، reduce يعني يقلل، potential معناها ايه، محتمل، to cause harm دي اتنطق سي. straw أو straw room غرفة تخزين. street room غرفة تخزين. هناك طريقة أخرى للتخلص من الخطر هو استبداله بمحلول أقل خطورة. other way to elementally the hazard is to substitute
بديل. it with a loose hazardness solution حل. وهنا تخفيف. 3 تبديل. والله انا هروح مع الراجل ده مشوار في احتمالات ان هو يحصل حادث سواء بعربية او بقطر. اكتر حوادث بتحصل في العالم حوادث مرور بالعربيات. فقلنا لا، احنا بدل ما نركب مع فلان مضمونش سواقته، احنا نروح المشوار ده بالقطر، بالمترو، من الاصح بالمترو. يعني المترو نمسك الخشب، كده من ساعة ما جه مصر، من التمانينات لغاية النهاردة، كام حادث؟ 2 3. طب كام حادث في العربيات؟ كتير طبعا. فبالتالي اخدنا الاحتمال الاقل او نقلل الخطر. فاحنا نقلل الخطر ان احنا ما نمشيش بعربيتنا مع واحد عادي، لا نجيب سواق محترف عنده تدريب ديفنس درايفنج، قيادة وقائية. تمام كده. ديفنس درايفنج، شهادة القيادة. تمام. بالنسبة للترجمة والحاجات ديت هنقولها يعني بس الفكرة مش هنترجم كل حاجة لحظيا، هنترجمها بعدين. فيما معناه يعني ان الشهادة ده راجل ناجح، دي شهادة قيادة، وانها تخدم هذه الشهادة غرض اثبات ان الموظف يعمل بكل ثقة. بعد ذلك امنع الاشخاص من الاتصال بالمخاطر عن طريق فصلهم عن بعضهم البعض. next. بعد ذلك prevent يعني يمنع. prevent people from coming into. coming معناها قدام. coming into معناه يتدفق إلى. يمنع أشخاص من الاتصال بالمخاطر. contact with hazard by separating معناها فصل. separating them فصلهم عن بعضهم from each other. each يعني كل. تمام كده. بعدين ممكن نعمل فصل عزل. انا عندي مخزن وعندي مواد خطر، مخزنش الاتنين مع بعض، خلي ده في مخزن وخلي ده في مخزن. including فوق the hazard بعد إحاطة المخاطر behind خلف bear حاجز. bear is also أيضا in effective فعال way وسيلة of separating فصل hazards from people. طيب ده آخر حاجة احنا وصلنا لها. طيب اللي بعد كده ايه؟ انا ممكن هنا مكنة في حاجات بتدور فاعمل لها حواجز. كده عملت انا كده عملت عزل، انا عزلت. طيب هنا وضح نظام العمل الآمن، كيفية تنفيذ الأنشطة لتقليل المخاطر. طيب safe system of work. تمام. ان انا اديلك تعليمات ادارية تشتغل ساعتين مثلا، تشتغل ساعتين وتاخد ربع ساعة راحة. لازم تلبس مثلا القلفز الخاص بتاع الاهتزازات احنا عندك هنا اهتزازات. طيب معنى الكلام هنا معدات الحماية الشخصية هي خط الدفاع الأخير، إنها تعتمد بشكل كامل على تذكر كل موظف في ارتدائه المهمات بتاعته أو لارتدائها. طيب عندنا الكلام هنا اهو. طيب خلصنا معدات الحماية الشخصية.
وجبنا المعدات ذات نفسها. هنا الشخص ده بيقول له البس خوذة. ناخد مثال، بيقولك دايما اضعف وسائل التحكم هي بتعتمد على مين؟ على البني ادمين. الناس مهما تكلمهم مفيش فايدة، يعمل خطأ ايه، يعمل غلط برضه. زي المثال اللي عندنا دول، هما كاتبينه ان لازم تلبس ايه، حماية الرأس، خوذة يعني، برضه ما لبسش، مش لابس وقاعد تحت السقف. طيب اللي بعده ايه؟ فاكرين ديت حلها ايه؟ اجل وقت النظافة. يا اخي ما حبكتش ايه تنظف الساعة واحدة، ساعة الموظفين موجودين، نظف اي وقت تاني، الساعة 6 مثلا، يكون كل الموظفين مشوا، كل ايه، يكون كل الموظفين مشوا، في نفس الوقت يعمل ايه، حواجز حوالين ايه، مكان العمل. هنا تعليمات ادارية، لازما السرعة متزيدش. تمام، حلو قوي. في صورة ناقصة انا هجيبها لكم. هنا تعليمات ادارية برضو، عندك جدول الفحص، وبيمضي واحد بيمضي، مين اللي بيفحص، الساعة كام، يوم ايه. هنا في فتحة كانت في سقف، دي اسمها سبستوس، مادة خطيرة. الحالة دي بتلبس ايه، ملابسك تحميك. مادة سبستوس دي معروفة. كده فاضل صورتين فيه، حلو اوي. لكن قلنا ان هو بيطلع ايه، اول اكسيد الكربون. كده عملنا فحص عشان نتأكد ان الفلتر شغال، عملت فحص، عملنا جهاز يقدر يقيس اول اكسيد الكربون ويدي انذار، وعمل كمان ايه، هواية جانبية. تمام، اللي بعد كده ايه، ده مثال لشركة مية، ماسورة اتكسرت في الشارع، فاحنا عايزين نطبق 5 وسائل بتوع الحماية. طيب حلو اوي. واحد، ايمي الميني اليمينيت اليمينيت ذا هازارد. عاوزين نشيل الهازارد خالص. نعمل ايه، هنعمل ايه للشارع، هنقفل الشارع ولا عربية هتعدي. هنا هازارد ايه، العربيات طبعا. انا قفلت الشارع ومفيش عربيات هتعدي، يبقى كده فيه مفيش خطر. يبقى انا قفلت الشارع، يبقى مفيش عربيات هتعدي، يبقى كده مفيش خطر. طب لو مقدرناش نقفل الشارع، ساعتها هنقلل الهازارد. لو مقدرناش نقفل الشارع، عادة الناس دي بتشتغل بالليل، عارفين ليه؟ بالليل عدد العربيات بيكون قليل جدا، فهنا في الأول في النهار كانت بتمر في الشارع 10,000 عربية، بالليل فين وفين. بالليل فين وفين لما تيجي عربيات، وفي خطر بس خطر قليل. تمام أوي. 3، نمنع الاتصال، بدل ما نقفل الشارع بالكامل نقفل نص ايه الطريق. بأول واحدة القضاء على المخاطر. 2، تقليل المخاطر، تقليل المخاطر. 3، منع الاتصال. لما قفلنا نص الطريق معظم الشركات بتعمل كده. فاحنا كده خلصنا 3 ونخش رقم 4. 4، حلول إدارية، تعليمات بقى. 4 حلول إدارية، تعليمات بقى. ممكن نقول له ايه، ما تحطليش الإيماع، حط لي حواجز بلاستيكية أو حديدية. تعليمات إن مفيش حد يعدي الناحية التانية اللي فيها الشغل. تمام كده. تمام كده، تعليمات إن مفيش حد يعدي الناحية التانية اللي فيها الشغل. معدات الوقاية الشخصية، 5 حاجة، وأهمهم عارفين ايه؟ أهمهم الفيست الفوسفوري. 5 حاجة أهمهم الفيست الفوسفوري. في مواقع الإنشاءات كلها كل العمال لازم يلبسوه. تمام، اتظبطت أوي كده. رقم 1، أزلنا الهازارد خالص وقفلنا الشارع، ده رقم 1. تاني حاجة، قللنا الخطر واشتغلنا بالليل. 3، منعنا الاتصال، قفلنا نص الشارع والنص التاني شغال. 4، طريقة عمل مكتوب، لازم تمشي بالترتيب. تمام كده، يبقى احنا لازم نمشي بالترتيب اللي احنا قلنا عليه. إزالة الخطر، هازارد خالص، وقفلنا الشارع. قلنا الخطر ده قللناه. تمام، واشتغلنا بالليل. منعنا الاتصال، قفلنا نص الشارع نص التاني شغال. طريقة عمل ايه، مكتوبة.
قد يؤثر عدد من العوامل على قرار التحكم في المخاطر، مثل عندك عدد الأشخاص الذين تحاول حمايتهم، عندك صيانة، عندك عدد الأشخاص الذين تحاول حمايتهم، طبعا كوست تكلف، وعندك الحد من المخاطر. واحد في حاجات لازم تاخدها في الاعتبار لما يكون عدد الناس اللي عايز تحميهم عدد كبير، يبقى لازما وسائل الحماية تكون قوية جدا، لأن العدد هنا ممكن تبقى ضرر أو مخاطر عالية. اتنين، هل الناس دي مدربة؟ قوانين في مصر مثلا، عامل مشروع في محافظة معينة، الأولوية إنك انت تشغل عمال منين؟ نفس المحافظة. فالناس ديت مرات بيبقى الوعي عندهم قليل، فأنا مش هعتمد عليهم، لأن لو اعتمدت على الوعي بتاعهم هيضيعوا الدنيا. لازم يكون في وسائل أخرى. تلاتة، الصيانة، هل الحاجة اللي أنا هعملها ديت هتحتاج صيانة ولا لأ؟ أربعة، ودي أهم واحدة، التكلفة. خلي بالكوا دايما لما تتكلم مع المدير بتاعك أهم حاجة عنده هي ايه؟ التكلفة. كل ما تكون بتوفر له في الفلوس كل ما يحبك أكتر.